سيد الوزير، في هذا السياق لا بد أن ألفت نظركم سيد الوزير إلى سوق الجملة بالداخلة الذي تم بناؤه منذ أكثر من 10 سنوات وكلف ميزانية مهمة، ولكنه لحد الآن لا زال مغلقا لأسباب مجهولة. اللي خصنا أولا فيما يخص أسواق الجملة اللي خصنا نتفاهموا عليه كامل بأن وصلنا اليوم لحد بأن الطريقة معامله اسواق الجمله الموجوده الان وصلت للحد ديالها، ما بقى عندها ما تعطي خساره اللي عطات. زعما هذه كاملين متفقين عليها، ما كنظنش شي واحد ما متفقش عليها. تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا لكم سيد الوزير. سيد الوزير، إننا إذ نثمن هذا التصور الجديد لتحسين الأوضاع التي تعيشها أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، والذي يشكل خارطة طريق لإصلاح جذري لهذه الفضاءات التجارية. إصلاح أبانت الزيادات المتوالية في أسعار الخضر والفواكه مؤخرا عن ضرورة إعادة النظر في ترسانتها القانونية والتنظيمية لمكافحة مظاهر الاحتكار والمضاربات والتلاعب بالأسعار والقضاء على كل أشكال الامتيازات والريع. إصلاح قادر على جعل هذه الأسواق منصة متكاملة مخصصة لتسويق المنتوجات الفلاحية في أحسن الظروف التي تقتضيها الشروط الصحية والسلامة. سيد الوزير، في هذا السياق لا بد أن ألفت نظركم سيد الوزير إلى سوق الجملة بالداخلة الذي تم بناؤه منذ أكثر من 10 سنوات وكلف ميزانية مهمة، ولكنه لحد الآن لا زال مغلقا لأسباب مجهولة، رغم الأهمية البالغة التي يكتسيها كمحطة تجارية تساهم في تثمين المنتوجات المحلية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال ضمان مراقبة مستمرة حتى يتمكن هذا الفضاء التجاري من أداء الدور المنوط به على الوجه الأكمل انسجاما مع التوجهات العامة للسياسة الحكومية في هذا المجال. شكرا. شكرا سيد النائب المحترمة. نمر للتعقيب. شكرا سيد الرئيس. السيدات والسادة النواب المحترمين، اللي خصنا اولا فيما يخص اسواق الجمله اللي خصنا نتفاهموا عليه كامل بان وصلنا اليوم لحد بان الطريقه معامله اسواق الجمله الموجوده الان وصلت للحد ديالها، ما بقى عندها ما تعطي خساره اللي عطات. زعما هذه كاملين متفقين عليها، ما كنظنش شي واحد ما متفقش عليها. اليوم باش غنبدلوا هاد الاسواق الجمله اللي هي ارث من الماضي واللي جينا به حتى لحد الان، واليوم اقتنعنا كاملين بينا مع هذا الشيء اللي وقع في المواد الغذائيه في هذا الاخر، كاملين مقتنعين بان اسواق الجمله كيف تسير حتى اليوم خصنا نقطعوا معها. كنا بدينا العمل لكن اليوم غنصدعوا الوتيره. الهدف بسيط، كاين 12 اسواق جمله من الجيل الجديد، حنا كنقولوا الجيل الجديد كيف موجوده في الدول الاخرى، اسواق اللي هي كتستقبل المواد الغذائيه وكتعاود فيها البيع بطريقه سلسه، بطريقه شفافه، بطريقه عاديه، كي كيوقع ما يكونوش متدخلين بزاف، ما يكونوش بزاف ديال المسائل اللي كاينه اليوم اللي خصها تحيد. بطبيعه الحال غنبداو ب 12، ما يمكنش نقولوا اليوم غنبداو ب 30 ولا 4، نبداو ب 12. كنظنوا بان 12 غيكونوا كافيين لجميع الجهات، لان خصنا نعطيو المساحه الكافيه للاسواق باش يمكن لها تعيش، لانه اذا قسمناهم الاسواق كل اقليم ولا ما غيكونش عندهم الاهميه الكافيه اللي كتسمح لهم انهم يعيشوا. اذا فيما يخص هذه اسواق الجمله مقتنعين بان خصنا ندخلوا في نمط جديد باتفاق مع الجميع. بطبيعه الحال اهم المنخرطين في هذا الاتفاق هما وزاره الفلاحه ووزاره الصناعه والتجاره. بطبيعه الحال كاين متدخلين اخرين كيف قلنا وزاره الماليه، المندوبين الساميين قدماء التحرير، لان كنجروا مورانا واحد الارث اللي هو ما يمكنش نجيو نحيدوها حتى خصنا نلقاو طرق كيفاش غنتعاملوا معاهم. لكن اللي متاكدين منه كاملين بينا اليوم انه اليوم غنبداو نمط جديد فيما يخص اسواق الجمله، وان شاء الله في القريب العاجل عندنا السوق الاول اللي غيبدا في هذا العام في الرباط، اللي هو غيعطي لنا الصوره كيف غيكونوا الاسواق في المستقبل. السوق راه كيتبنى في الطريق الدائري ديال الرباط، يمكن يكمل هذا العام ان شاء الله، كنتمنى انه يكمل هذا العام وغيعطي لنا رؤيه كيف غيكونوا الاسواق ديالنا في المستقبل. هذا فيما يخص اسواق الجمله.